الفنانة السورية سلمى المصري، ديانتها وزوجها، أختها وعمرها، ومعلومات كاملة. تابعوا معنا. سلمى المصري ديانتها هي مسلمة أم مسيحية؟ هي شقيقة الفنانة مها المصري وطليقة الإعلامي مصطفى الآغا وزوجة المخرج السوري شكيب غنام. جدها، جنسيتها وعمرها وتاريخ ميلادها، أولادها، بداياتها الفنية، أشهر أعمالها، والكثير من المعلومات الشيقة والحصرية نتعرف عليها من خلال تقرير كامل ومفصل. كيف بدأت سلمى المصري مشوارها الفني؟ وما هو الحادث الذي تعرضت له والذي كان على وشك أن يتسبب في وفاتها؟ ما هي أشهر أعمال سلمى المصري في الدراما السورية؟ الاسم بالكامل: سلمى سامي المصري. اسم الشهرة: سلمى المصري. تاريخ الميلاد: يناير 9 عام 1958. العمر في عام 2020 62 عاما. محل الميلاد: دمشق، سوريا. الجنسية سورية والديانة مسلمة. جدها العازف عمر النقشبندي وشقيقتها مها المصري. الحالة الاجتماعية: حالية مطلقة. الزوج الأول شكيب غنام والزوج الثاني مصطفى الآغا. الأبناء: داني شكيب غنام وهاني شكيب غنام. المهنة: ممثلة. المؤهل الدراسي: حاصل على ليسانس في حقوق من جامعة دمشق، سوريا. أهم الأعمال الدرامية: ناس من ورق. والنشاط الفني: عام 1972 وحتى الآن. نتحدث اليوم عن واحدة من أهم نجوم الدراما في سوريا، استطاعت أن تحتل مكانا خاصا في قلوب المشاهدين، ولا تزال تتمتع بهذه المكانة الخاصة حتى هذا الوقت. هي الفنانة سلمى المصري. اسمها بالكامل هو سلمى سامي المصري، من مواليد مدينة دمشق السورية في اليوم 9 من شهر يناير لعام 1962. جدها هو العازف الشهير النقشبندي الذي يعتبر واحد من أشهر عازفي الزمن الجميل. أما شقيقتها فهي الفنانة مها المصري، والتي تعتبر أيضا قامة من قامات الدراما السورية. أحبت سلمى الفن والتمثيل منذ صغرها، فقد نشأت في عائلة فنية، ولكنها أرادت أن تنتهي من تعليمها أولا. فبعد مرحلة الثانوية العامة قررت سلمى الالتحاق بكلية الحقوق، وبعد 4 سنوات حصلت على ليسانس الحقوق، ولكنها لم تعمل في المحاماة قط، فقد بدأت مشوارها عن طريق بعض الأعمال ذات الأدوار الصغيرة وغير مجهدة. بعد سنوات قليلة من عملها في الوسط الفني، تقدم المخرج شكيب غنام إلى خطبة الفنانة سلمى المصري بعد الوقوع في حبها، وبالفعل شكل الاثنين معا ثنائي متميز. وبعد فترة طويلة أعلنت سلمى المصري الزواج من شكيب غنام. أنجبت سلمى ابنتيها داني شكيب غنام وهاني شكيب غنام. وبعد سنوات من الزواج من شكيب غنام أنجبت سلمى ابنيهما داني وهاني. الزواج والمحبة. توفي شكيب غنام نتيجة لمرضه، وبعدها بفترة طويلة أعلنت سلمى المصري الزواج مرة أخرى من المذيع الMBC المشهور مصطفى الآغا صاحب برنامج حلم الشهير، ولكنهما لم يبقيا سويا لفترة طويلة. فبعد فترة قصيرة أعلنت الفنانة سلمى المصري انفصالها عن المذيع العربي مصطفى الآغا. بعد تخرجها من كلية الحقوق قررت الفنانة سلمى المصري أن يكون الفن هو الطريق الذي سوف تختاره، وبالفعل كان أول عمل فني تقوم به هو اختيارها كمذيعة في برنامج أطفال. وبعد فترة حصلت على فرصتها للظهور على المسرح التلفزيوني والسينمائي، فكان أول عمل سينمائي تقوم به هو فيلم مقلب في المكسيك. أما بالنسبة للمسرح فكان أول عمل فني لها هي مسرحية الملك لير. وحصلت سلمى على شهرة كبيرة من خلال أدائها الرائع والمتميز، ومن بعدها بدأت سلمى تشارك في الكثير من الأعمال الدرامية السورية، كما شاركت أيضا في العديد من الأعمال السينمائية.
تتمتع الفنانة سلمى المصري بتمتعها بشخصية متجددة تبحث دائما عن التغيير والتجديد المستمر الخاص بعملها. فبعد عدة أعمال درامية تحكي عن العلاقات الأسرية وأهم المشاكل التي تقابلها الأسرة السورية، تلعب الفنانة سلمى واحد من أهم أدوارها في مسلسل الإثارة والتشويق أبواب الحقيقة، وهو مسلسل ذو حلقات منفصلة. ففي كل حلقة تحدث جريمة معينة ويقوم فريق من الحلقة بالبحث عن القاتل. وشارك في هذا المسلسل نخبة من ألمع نجوم الدراما السورية بجانب سلمى المصري. من الدراما البوليسية إلى الأعمال التاريخية تنوعت الفنانة سلمى المصري في أعمالها بشكل كبير. ففي عام 2020 تمكنت من الحصول على فرصة للمشاركة في العمل التاريخي الرائع بوروكوار، وهو مسلسل يحكي عن فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا. وتقوم فكرة المسلسل بأن أحد جنود فرنسا يحاول سرقة البروكار، ويعرض المسلسل من جانب آخر تأثير الاحتلال على شعب سوريا وكيف عانت من التدخل الأجنبي حتى تمكنت من التصدي لهم بكل قوة وشجاعة.